الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. بعد سقوط نظام الأسد، الأب والابن، والتحضير للدخول في مرحلة انتقالية ومرحلة التأسيس للجمهورية الثالثة والاستقلال الثاني، طبيعي أن يصار يعني إلى الخوض في الكثير من النقاشات والأحاديث، وكل شخص يطرح أو كل جهة أو حتى على مستوى الأشخاص يطرح تصوره لسوريا الجديدة. هذا الفيديو أيضا وما يحتويه من أسئلة وأفكار، وفي هذا السياق، في سياق إبداء الرأي وطرح مجموعة من الأفكار ومناقشة بعض الأفكار الأخرى، يعني مدى صوابيتها ومدى جديتها، وهل تناسب سوريا الجديدة أم لا. الأفكار القديمة، التصورات القديمة، المسميات القديمة لسوريا الجديدة، منشأ هذه المسميات، ضروري أن نخوض مليا وبتركيز وبهدوء وعقل مفتوح لمناقشة كل هذه المسائل. طبعا المساهمات أحيانا تكون آه، في إطار المقالات، وأنا أكتب في هذا الخصوص، أو البحوث والدراسات، وسبق أن قدمت أشياء تتعلق بهوية الدولة وشكل إدارة الدولة، وماذا تعني اللامركزية، وسأعيد هذا الأمر مرة أخرى في إطار الفيديوهات المصورة. هلا يستحيل أن نقول أنه بزوال النازية أو بسقوط نظام هتلر زالت النازية. النازية موجودة حتى الآن وتجدد نفسها في ألمانيا وفي بلدان أوروبية أيضا. يعني النازيون الجدد يعني موجودين في الأحزاب القومية، سواء فرنسية أو بلجيكية، بطريقة أو بأخرى، يعني بمستويات خفيفة معتدلة أو كذا، أو متطرفة أيضا. يعني فمقصدي من هذا الكلام أنه بسقوط نظام الأسد هل يعني أنه زالت الأسدية؟ لا. بسقوط نظام البعث في العراق وفي سوريا هل يعني أنه زالت البعثية؟ لا. يعني ما حدا يجي يقول لا عاد تحكي عن البعث وعن البعثية لأنه النظام سقط. لا، النظام سقط، لكن التركة، الموروث البعثي اللي من 63 حتى الآن 61 سنة، والأسدية 54 سنة، ما راح يروحوا في ظرف سنة أو سنتين أو عقد أو عقدين. لا، الموضوع باق لأنه فترة النقاهة اللازمة لسوريا كدولة ومجتمع وأفراد وجماعات للشفاء من الموروث البعثي، من الميكروب البعثي، فترة يعني قد تأخذ عقدا أو عقدين أو ربما جيلا، يعني حتى الأجيال القادمة تكون بطريقة أو ما بريئة من هذا الموروث أو التركة النفسية في المتعلقة في الوعي، لأنه البعث على امتداد هذه العقود الستة يعني سمم وشوه الكثير يعني من الوعي، من النخب، الأحزاب، التيارات، التصورات. فبالتالي بديهي أنه عندما أركز دائما أنه هذا الفكر منشأه بعثي، أو هذا التصور منشأه بعثي، أو هذا التقييم ذو خلفية بعثية، بالرغم من أنه صاحب هذا التقييم جالس على مقاعد المعارضة، أو ما كانت تسمى بالمعارضة، حاليا هي السلطة. سندي في ذلك حتى يعني إذا كان هذا الشخص إسلامي أو هذا التيار إسلامي، سأديه بسند من
من موروثه أو من توجهه العقدي. بسقوط الأصنام وفتح مكة وانتشار الدين الإسلامي، أيضا الحديث النبوي الشريف وما روي عن الصحابة أنه فلان من الناس فيه شيء من الجاهلية. يعني الجاهلية استمرت حتى بعد انتشار الإسلام وسقوط نظام أصنام قريش أو أصنام منطقة الحجاز أو أصنام اللي كان بيعبدها العرب في تلك المنطقة. فالجاهلية استمرت عفوا، وبالتالي البعثية أيضا حتى الآن مستمرة يعني على أكثر من مستوى. النظرة لمفهوم الدولة والإصرار على مركزية الدولة ومفهوم بعثي. الإصرار على تسمية الدولة الجمهورية العربية السورية وإرث بعثي. سوريا قبل البعث حتى يعني قبل دولة الوحدة في 58 كانت الجمهورية السورية، وبعد يعني تنازل شكر القوة لجمال عبد الناصر تشكل الجمهورية العربية المتحدة، لا سوريا لا مصر، يعني جمهورية عربية متحدة. هون يعني أتى مفهوم العربية مشان يعني لا اسم الدولة الجديدة الوليدة يعني ما تنحاز لمصر أو لسوريا. فجرى الاتفاق أنه ما نسمي هي الجمهورية مصر ولا نسميها سوريا، نسميها الجمهورية العربية المتحدة. وبالتالي كان موضوع ذو خلفية سياسية. يعني ترتب عليه يعني الاتحاد أو الاندماج ما بين، وهي دولة فيدرالية، كانت دولة فيدرالية إقليمين، إقليم شمالي وإقليم جنوبي، إقليم سوريا وإقليم مصر. اسم الدولة الجمهورية العربية المتحدة. فاسم العربية أتى من هذا المنظور، من المنظور العروبي الناصري بالدرجة الأولى، وزعيم الدولة كان جمال عبد الناصر. الذين انقلبوا على وسموا بالانفصال والحكومة الانفصالية التي حكمت سوريا قرابة يعني قرابة سنتين. هذه الحكومة كانت خليط مزيج من البعثية والناصرية والقوميين وكذا، فبالمحصلة كانوا انفصاليين. يعني التوجه الانفصالي أو السلوك الانفصالي أو الإرث الانفصالي منشأه بالدرجة الأولى عربي، وانفصال عن دولة عربية. طبعا نتيجة الظلم، يعني أنا أتفهم هذا الموضوع، نتيجة التسيد أو الاستبداد اللي كان موجود في الحقبة الناصرية. وهذا الاستبداد يعني أفرز ما أفرز، ويعني قتل بحثا ودراسة وتحريا. ما فينا يعني ما نخوض وما نحكي في هذا الموضوع. بمعنى اسم الدولة وقت ذاك كان منشأ سياسي وذو خلفية عروبية، و يعني انحيازا للمشروع الزعاماتي الناصري وقت ذاك في العالم العربي. عندما أتى البعث كانوا شركاء في السلطة في حكومة الانفصال، بعدين انقلبوا على هذه الحكومة. فماذا فعلوا؟ أيضا كنوع من المزايدة على الناصريين، على مصر وعلى جمال عبد الناصر والالتزام بالعروبة، وكنوع من التوجه العقائدي الموجود
في بنية عقيدة وأيديولوجية حزب البعث، جرى تغيير اسم الدولة إلى الجمهورية العربية السورية. الآن عندما يصار إلى مناقشة هذا الأمر أنه هي جمهورية سورية، يعني وهذا لا يعيب العرب، بالعكس، يعني هذه التسمية منسجمة تماما مع المعطى التاريخي والجغرافي والديموغرافي والثقافي يعني وتسمية مرنة ما لها أي آه، انحيازات قومية. يعني الدولة يعني على مسافة واحدة لكل أبنائها، يعني ما عندها الانحياز القومي، يعني لقومية على لصالح قومية أخرى. الدولة الحديثة اللي نحن عم نحكي يعني اللهم يعني التسمية الأولى يعني خلاص سوريا، الجمهورية السورية أو المملكة السورية أو الدولة السورية، بصرف النظر عن طبيعة النظام أو هيكلة النظام، الملكية وملكية دستورية وأي شكل. المهم هاي الدولة تكون مرضي عنا من كل مكونات المجتمع الموجود في إطار حدود هذه الدولة. لما يصار إلى طرح هكذا مسائل، أنه يا أخي يعني نحن ما بنجيب شيء جديد، هذا تاريخ سوري. فالأخوة الأكراد، وفي إصرار أنه الأخوة الأكراد أنه وكأنه هو مطلب بس كردي، لا، هو مطلب سرياني أيضا، هو مطلب أرمني، هو مطلب يعني لكل المكونات. هذا مش مطلب، يعني ما في مش شيء جديد، هذا التاريخ السوري، الجمهورية السورية، يعني منذ حقبة الاستقلال وحتى ال57. هيك كان اسم الدولة، والدولة ماشية والكل راضيانين، وفي أحزاب قومية عربية وفي أحزاب شيوعية وفي أحزاب إسلامية، وما حدا قال يعني ما يعني من التيارات الموجودة وقت ذاك. يعني أتمنى من الباحثين اللي هيك مستميتين في هاي المسألة، مستميتين ومتعنتين، انه لا نخليها في خطر على عروبة، على العرب، على العرب، والعرب أغلبية في تلك الحقبة، في حقبة التأسيس أو بعد زوال الانتداب أو الاحتلال أو الاستعمار الفرنسي. أتمنى يعني كان في تمثيل للشيوعيين وللبعثيين وللإسلاميين للقوميين في البرلمان السوري وقت ذاك. فهل سعى أي تيار من الآن لما بتيجي بتتناقش واحد إخوانجي أو إخواني بيقول لك لا، الجمهورية العربية السورية؟ يا حبيبي، ما أنت يعني في عز وأوج حركة الإخوان المسلمين ووجودها داخل البرلمان السوري، أنت ما طرحت هذا الموضوع وقت ذاك عندما كانت الجمهورية السورية. الآن بعض الشيوعيين كمان أو بعض اليساريين بيتحسسوا من الموضوع، لا، الجمهورية العربية السورية. يا عزيزي، يا حضرة الشيوعي أو ذو الخلفية الشيوعية، أو آتي من خنادق اليسار إلى الخنادق القومية حاليا بعد انهيار المشروع اليساري والماركسي والقصص هاي كلياتها، أنت لما كنت شيوعي وموجود في الجبهة في البرلمان، أنت شي مرة حسبك على أيام خالد بكداش في فترة في تلك الحقبة، يعني هل جرى طرح مشروع تغيير اسم الدولة من الجمهورية السورية إلى الجمهورية العربية السورية؟ لا، حتى البعثيين وقت ذاك لم يطرحوا هيك الحزب القومي، يعني حزب البعث لم يطرح على البرلمان انه نغير اسم الدولة. اصلا اسم الدولة كان متفق عليه، اسم الدولة يعني في الدستور، نعم سوريا دولة عربية كذا، لكن في الامور الرسمية، المخاطبات الرسمية او كذا، في الكليشات او الترويسة، الجمهورية السورية.
فالموضوع ما تقلبوها أكراد وعرب، الموضوع مش كردي وعربي، الموضوع سوري سوري. والموضوع انه هاي التسمية بعثية، انت ليش مستميت في الدفاع عنها؟ انت ما عندك سند، لا سند قانوني، لا سند، لا شو السند تبع هون الاخوة اللي مصرين ومتعنتين، يعني ما عندهم مجال للمناقشة يعني في هذا الخصوص، انه الاغلبية هن عرب، فخلاص نسميها جمهورية عربية. طيب الأغلبية سنة أو مسلمين، فنسميها الجمهورية الإسلامية العربية. والدين يفترض أنه أقوى من القومية، فسميها أنت الجمهورية الإسلامية، والعربية كمان أعطف عليها العربية السورية وخلاص. إذا كان هذا هو منطقك ومبررك وبرهانك وسندك أنه قضية أنه العرب هن الأغلبية، إذا هيك فسميها هكذا، يعني الجمهورية الإسلامية الأولوية للدين. يعني ما يجيني الإسلامي يقول لا الأولوية عندي أنا القومية. طبعا آه لا، الأولوية للدين، فالجمهورية الإسلامية العربية السورية. إذا كان ال- الحجة التي تقيمونها على الذين يطالبون بتسمية الجمهورية السورية ومنطق الأغلبية. وصلت الفكرة؟ أتمنى أن تكون الفكرة تكون واضحة. يعني ما في شيء منطقي معقول انه ما قام به البعثيون خلال هذه الفترة كلها كان صحيح فيما يتعلق بتسمية الدولة. لا، البعثيون ما في شيء صح سووا حتى في هذه التفصيلة. ليش يا حضرة الأخ الشريك السوري أنت مستميت في هذا الموضوع؟ يعني أنا مثلا مستميت في الاسم الجمهورية السورية لأنه في أطنان من الأسانيد والبراهين والحجج. أنت ما عندك حجة غير مسألة الأغلبية. يعني مثلا رفض الاسم الجمهورية العربية السورية، أولا أنه منشأ بعثي، وسوريا الجديدة ينبغي أن يعني تقطع مع حقبة البعث التي امتدت إلى ما يزيد عن نصف قرن، 60 سنة، جيلين أو ثلاثة راحوا في هالموضوع. ف أنا البعض يقول أنت عم تفرض رأيك. أنا لا أفرض رأيي، أنا أناقش هشاشة حجتك. إذا افترضنا أنه هي حجة، يعني يعني أنا أناقش أنه ما في يعني جانب منطقي عقلاني تاريخي ديموغرافي سياسي قانوني يعزز فكرتك. بدك أنت يعني تقطع يعني مع حقبة البعث وتركة البعث، خلاص. ليش هنالك أصرار أنه خوف على العرب؟ لا خوف على العرب. إذا كان اسم الجمهورية السورية، وين الخوف على العرب؟ يعني اسم العربية الموجود في تسمية الدولة هو الضامن للوجود العربي أو للغة العربية. معنا أنا كردي وبحكي معك بالعربي وبكتب باللغة العربية وأحب العرب ولي أصدقاء كثر عرب في سوريا وخارج سوريا. مش اسم الدولة اللي بيخليني يعني شغوف بالأدب العربي أو باللغة العربية أو أكتب باللغة العربية، لا، أشياء أخرى أكبر وأعظم وأعمق وأجمل من هيك تفاصيل ذات منشأ بعثي. ما فيك تنكر أنه الموضوع مش بعثي. طيب، يعني لا التاريخ السوري سند، ولا يعني مشان ما أكرر الكلام. طيب، ماذا عن البلدان الأخرى، العرب الآخرين؟ يعني لنرى ما هي تسميات بلدانهم. أعضاء البلدان أعضاء الجامعة العربية
في السياقات الرسمية، في التسميات الرسمية، في التعاملات الرسمية. كيف يتعاملون مع أسماء بلدانهم؟ تفضلوا. أنا جمعت مجموعة من الصور لجوازات سفر البلدان العربية. هلا اليمن، التاريخ بيقول وما أخذناه يعني في مناهج التربية والتعليم أنه أصل العرب، الموجات العربية الأولى أتت من اليمن. إذا كان اليمن اللي هن أصل العرب والعروبة، يعني النشأة، الجذر، اسم الدولة تبعتنا الجمهورية اليمنية، مش مكتوب الجمهورية العربية اليمنية، وهذا صورة الجواز السفر. هذا واحد عدوا على أصابعكم. جمهورية العراق، وبالكردي كمان، يعني قبل انه سقوط النظام العراقي السابق كان جمهورية العراق، بعد السقوط صار مكتوب باللغة الكردية ايضا على جواز السفر. جواز السفر اللي بيحمله الكردي والعربي مكتوب باللغتين. جمهورية العراق، كوماري عراق. ماشي، العراق جارنا يعني. وكان على زمن حكم البعث أيضا في العراق كان اسمه جمهورية، على زمن صدام حسين وأحمد حسن البكر والبعث العراقي، جمهورية العراق، مش الجمهورية العربية العراقية. ما كان هيك، بس لأنه حافظ الأسد بده يزايد على جمال عبد الناصر، ويزايد يعني شوية هيك جرعة زيادة، والجمهورية العربية ال السورية. مين كمان؟ الجمهورية اللبنانية الجار الجميل، كمان ما في عربية. شو كمان؟ السلطة الوطنية الفلسطينية، قضيتنا المركزية، قضية الكرد والعرب، قضية كسوريين. السلطة الآن هي مش السلطة العربية الفلسطينية، السلطة الوطنية الفلسطينية. وأكيد رح تكون يعني دولة فلسطين أو أو جمهورية فلسطين أو الجمهورية الفلسطينية، ما رح تكون الجمهورية العربية الفلسطينية أو دولة فلسطين العربية. فالنخب السياسية والطبقة السياسية والقيادة السياسية في فلسطين شافت أنه هذا الاسم هو المناسب، السلطة الوطنية الفلسطينية التي ستكون يعني أرضية لدولة فلسطين أو جمهورية فلسطين أو الجمهورية الفلسطينية إن شاء الله لاحقا، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا. المملكة الأردنية الهاشمية. المملكة الأردنية الهاشمية كمان كان فيها يعني هل اللي بيحكموا الأسرة الهاشمية تحكم الأردن، ومعروف يعني الأردن بأصالته وقبائله والمجتمع الأصيل، والقبائل العربية الأصيلة الموجودة في الأردن. اسم الدولة، اسم الدولة المملكة الأردنية الهاشمية، ما حاطين المملكة العربية الأردنية الهاشمية. شو كمان؟ مملكة البحرين، سلطنة عمان، الجمهورية التونسية. نروح على شوي شمال افريقيا والمنطقة المغاربية، الجمهورية الجزائرية. طبعا اسمها طويل، الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، ما بعرف شو، بلد المليون والنصف شهيد.
ما حاطين كلمة العربية في التسمية، رغم أنه المناطق يعني هي مناطق شمال إفريقيا، المغرب، تونس، ليبيا، أما مناطق أمازيغية، حتى مصر العرب تواجدوا فيها بعد يعني عن طريق الإسلام. دخول الإسلام لهذه البلدان، أتى العرب مع الإسلام وجرى تعريب تلك البلدان. المملكة المغربية، وأخيرا الجمهورية السورية حتى 57 كما ذكرت لكم. طيب هي البلدان العربية بشعوبها بنخبها، عندما ارتأت هذه الأسماء الجميلة لبلدانها، هل هم أقل عروبة من الأخوة العرب اللي راكبين راسهم ألف سيف؟ لا، الجمهورية العربية السورية وستبقى الجمهورية العربية السورية. يا حبيبي ما بتزبط، ما يعني مش قضية تناحى، يعني مش قضية عنزة ولو طارت، يعني ما بتزبط هيك، ما بتزبط هيك. يعني سوريا الجديدة أنا ما بقول إنه نغير اسمها إلى اسم ثاني، سوريا الجديدة تبقى سوريا، نحافظ على هذا الاسم التاريخي. هو مش عربي، يعني سرياني، الاسم منشأه سرياني، والكثير من الأخوة السريان بيقولوا نحن مش عرب، نحن عائلة واحدة، العرب والسريان والأشوريين والكلدان والعبريين، يعني أسرة واحدة من الشعوب السامية. لكن يعني مش نحن والعرب مش يعني السريان مش عرب، الآراميين مش عرب، هيك بيقولوا. هذا كلام الكثير من النخب السريانية والأشورية يعني هذا هي وجهة نظرهم. المهم يعني أنا حاولت في هالجزئية يعني أؤكد لك يا أخي أنه الموضوع مش مطلب كردي، حتى ولو كان مطلب كردي سوري فهذا مطلب محق، له سنده، له ما يدعمه، يعني من تاريخ البلد، من تاريخ البلدان العربية الأخرى. يعني جمهورية مصر العربية مثلا يعني موجود حتى الآن، لأنه بعض الانفصال خلاص عادت مصر إلى هذه التسمية. بس مصر على زمن يعني محمد علي باشا، أو على زمن مين كمان، على عندما انقلب جمال عبد الناصر يعني. فطبيعي مسألة الانقلاب أنه يدخل الاسم العربي على تسمية مصر. إذا أتينا وأجرينا إحصاءات يعني للعرب الموجودين في المصريين يقولون يعني الطبقات التي تلاحقت على حكم مصر من حتى يعني كثيرين يقولون الفراعنة مش عرب، المصريين مش عرب. يعني طبعا هذا موضوع آخر، و لا يعني لا أريد استحضاره لأنه موضوع ثاني. لكن ليكن الجمهورية ال- جمهورية مصر العربية، مثلا موريتانيا عاملة دولة إسلامية، مثلا السودان جمهورية السودان مثلا. فكثير من المعطيات سواء في بلدان الخليج أو الجار العراقي، الجار اللبناني، الجار الفلسطيني، الجار الأردني، إن وين بدك تروح يا سوريا أنت؟ يعني أنت على شو تستند؟ هلا إذا كنت إخوانجي أو كنت مثلا سلفي أو كنت قومي أو كنت يساري أو كنت، يا أخي جيب لي شيء يفند كل هذه المعطيات اللي أنا ذكرت لك إياها، وعلى راسي وعيني، خلاص فلتكن جمهورية العربية السورية وانتهى الأمر. بس أنت هذه ليست مشكلتي،
أنه أن تكون حججك التي تدعم موقفك هشة ويعني وضعيفة يعني، وذات منشأ بعثي. نقطة أخرى أود التعريج عليها وهو مسألة آه، شكل الدولة. أيضا هنالك في شيء موروث ومغلوط فيما يتعلق بمسألة الفيدرالية، أنه هي تعني التقسيم بالضرورة، تعني الانفصال بالضرورة. وطبعا هذا الكلام مغلوط جملة وتفصيلا، يعني اصطلاحا ولغة. يعني الفيدرالية تعني التوحيد أو الاتحاد يعني، أو التجميع، يعني مش التقسيم والتجزئة. ما في تجربة فيدرالية فاشلة آه، باستثناء تجربة واحدة، لأنه كان الحكم فيها مركزي، والفيدرالية يعني كان محكومة بحزب شيوعي، هي التجربة السوفيتية. بس التجربة الفيدرالية الأمريكية منذ 300 سنة و... ويعني تتطور. التجربة الفيدرالية في سويسرا والتجربة الفيدرالية في الدول المتعددة القوميات اللي بتشبهنا، يعني بتشبه سوريا، بلجيكا، سويسرا وبلدان أخرى. هذه التجارب مثلا في بلجيكا عمرها أكثر من 200 سنة، من 1830 32 هيك شيء يعني. ف على ماذا يستند يعني هذا الرهاب وهي الفوبيا من الفيدرالية؟ شو السند تبعها؟ ما بعرف. كمان منشأها بعثي، الحكم الذاتي. بلدان مثلا فيها مناطق فيها حكم ذاتي، لا هذا انفصال. ففي شيطنة غبية للحكم الذاتي، للفيدرالية، انه وما في سند. يعني واحد بيجي يرمي لك سطل حكي بدون ان يقدم لك سند على فشل هذه التجارب. بيجيب مثلا، يمكن إذا كان شوي مجتهد، التجربة اليوغوسلافية. التجربة اليوغوسلافية لأنه ما كان في حكم ديمقراطي، كان حزب شيوعي، ومعروف يعني ما في أحزاب شيوعية ديمقراطية، يعني ما في يعني شيء. تصور مثلا فيدرالية في ظل حكم كوريا الشمالية، كيم جونج اون، شو اسمه هذا الاهبل، يعني ما بتزبط يعني. فالفشل مش في الشكل، شكل الحكم، لا السلطة التي أدارت هذا الحكم، العقيدة الأيديولوجية التي أدارت هذا الحكم كانت عقيدة فاسدة ومركزية، يعني ما كانت ذات وعي ديمقراطي. أما شوفوا التجارب الأخرى في البلدان الأخرى تجارب ناجحة. فالناس، واحد يجي بيقول لي إيه نحن سوريا مش سويسرا. ليش حبيبي أنت وين عايش؟ أنا عايش بسويسرا حاليا، بس نحن بسوريا يعني وكأنه كله قنابل موقوتة وحقل ألغام. لا يعني مش هيك، مش صحيح هذا الكلام يعني. يعني عندما يعجز وبيصير هيك بزاوية بينزرق بزاوية، ما عاد عنده حجة، بيقول أي لا هي سويسرا، هي سوريا مش سويسرا، هاي سوريا مش بلجيكا. كثيرين بيتحسسوا من هذا العلم الموجود. وانا ذكرت لانه يا ريت حدا يهديني شيء هيك علم صغير، العلم السوري، علم الاستقلال العربي، الجمهورية السورية. يعني اذا بشوف شيء مكان او اعثر على علم هيك صغير، بحط هذا جنب هذا العلم الكردي العلم السوري. ما عندي المشكلة. بس المشكلة أنت في عينك وبوعيك اللي ما بيتقبل هذا العلم، ما بيهضمه. وأنا يعني أضع هذا العلم مش نكاية في الممتعضين، لا حتى يعني
تعود عين المشاهد السوري انه يشوف هذا العلم هو علم الكرد السوريين ايضا. شوفوا يعني في البلدان الديمقراطية ما عندهم هالحساسية. يعني في هالدولة اللي بعيش فيها، في علم بلجيكا الفيدرالي المعروف اللي بألوانه الأسود والأصفر والأحمر وبشكل عمودي، مش بشكل أفقي مثل الألمان وأماكن مختلفة. لكن الأقاليم الفيدرالية الموجودة، مثلا إقليم فلاندرن عنده علم، إقليم أوبن الناطق بالألمانية عنده علمه الخاص، إقليم ولونيا الناطق بالفرنسية كمان لها هذا الإقليم له علمه الخاص. حتى على مستوى المدن، مثلا مدينة أوستند اللي أنا بعيش فيها في لها علمها الخاص، مدينة بروج القريبة منا في لها علمها الخاص. كل هذا الكم الجميل والمتنوع من الأعلام ما فيها الحساسية. في البعض حتى من السريان يعني بيتحسسوا من كلمة قامشلو، والأو موجودة عند السريان وموجودة عند الآشوريين، بس لأنه الأكراد بينادوها قامشلو كيف بتنقح عليهم حساسيتهم القومية مثلا، أو العرب كمان، الأخوة العرب. رغم أنه في هون في بلجيكا مدينة أندوربن باسمين، الناطقين بالفرنسية بيقولوها أنفرس، واللي بالناطقين بالهولندية، وهي مدينة يعني في إقليم فلاندرن، وهذا الإقليم ناطق بالهولندية، يسموه أنتوربن. المدينة باسم، ما عندنا الحساسية بيتكهربوا كذا أنه إذا سموها أنفرس معناته إلغاء للهوية، وإذا سموها أنتوربن هذا معناته اسم انفصالي أو من الكلام. ما في الحساسيات عند الناس، هي موجودة بس عنا. وبالتالي في شيء من التعمد لشيطنة الفيدرالية، لشيطنة الحكم الذاتي. بتجي ما بتحكي، ما تقول فيدرالية وحكم ذاتي، بتقول نظام لا مركزي. لا، النظام اللامركزي كمان هو تورية أو إخفاء للفيدرالية وكذا. فهل الحساسية المفرطة شو منشأها؟ منشأها عبثي اللي صدر لهيك ناس كل شيء مشوه. مثلا الجار العراقي دولة فيدرالية، خلاص صار عملية شيطنة وحرب انه الفيدرالية مش بس تقسيم للعراق، تقسيم لسوريا ولتركيا وللأرجنتين وللموزمبيق. عملية شيطنة مهولة في الإعلام السوري. طبعا هذا الأمر بالتقادم والتعاقب والتراكم تسرب إلى وعي ومقاربات النخب السورية اللي كانت موجودة على مقاعد السلطة، بعدين صارت موجودة على مقاعد المعارضة. مثلا أنا والأستاذ جمال سليمان صار في الفنان السوري المعروف، صار في نوع من السجال بيني وبينه فيما يتعلق بموضوع الفيدرالية يعني. وحاججته أنا في هذا الخصوص. طبعا حجته كانت يعني ضعيفة، يعني فيما يتعلق أنه رفض الفيدرالية والتقسيم والقصص هي كلها ما في، يعني ما في. طيب أنتم على أي أساس بتقولوا أنه والله النظام اللامركزي أو النظام الفيدرالي سيؤدي للتقسيم؟ هل جربتوا هذا الموضوع؟ لا، ما جربنا، هي مسألة تخوفات. طيب نحن جربنا النظام البعثي وشفناه، وحاليا راح نجرب النظام الإسلامي، ومتفائلين بالنظام، يعني شوية قلق وشوية تفاؤل. لكن بيجي الموضوع للنظام اللامركزي الكل بيتكهرب. لما بيجي الحكي عن الفيدرالية أو الحكم الذاتي للسويدة أو للساحل أو لمناطق الكردي، الكل هيك بينقز وكذا وبتنقح عليه
عروبته وبكائياته على الوطن وعلى الوطنية وعروبته من القصص هي. مش صحيح. هذه المخاوف التي لا تستند لا على سند ولا على تجربة، يعني تستند على وهم وخرافات بعثية. جربوا هذا الموضوع، جربوا مسألة أنه يكون حكم لا مركزي، حكم مرن يمنح المناطق صلاحيات إدارة شؤونها بأنفسها. حلب تدير نفسها، الساحل يدير نفسه. ما يجي مثلا لنفترض واحد سني يحكم جبلي، بتزبط. أو واحد علوي لنفترض يحكم حلب، كمان ما بتزبط. يجي واحد كردي يحكم دمشق، أو واحد درزي يحكم الدير. ما بتزبط هيك مسائل يعني. ابن المنطقة يحكم ويدير، أدرى بشعاب هذه المنطقة مشاكلها والقصص هي. فالنظام اللامركزي هو لصالح الدولة الوطنية. الناس تجي بتحكي أنه المواطنة، يا حبيبي المواطنة ودولة المواطنة وحقوق المواطنة هي مرحلة متقدمة جدا في الدولة الوطنية، عندما هذه المسائل كلها تحل. كل القضايا القومية لا، هاي منشأها استعماري. كل واحد بيحكي بمنطق القوميات وحقوق وقضايا القوميات. هدلون الاستعمار وهدلون حبيبي انت وين عايش؟ عايش ببريطانيا. طيب انت شو عم تساوي بدولة استعمارية بريطانيا او بفرنسا؟ انا عايش بفرنسا واحمل جنسية هاي الدولة الاستعمارية، وبيجي بينظر علينا وبيقول انه هي ما موضوع الاقليات ما انت عم تحكي. صار لك عقدين ثلاثة عم تحكي مسألة انه الاقلية تحكم سوريا والاقلية وهذا كلام صحيح. اقلية طائفية كانت تحكم كل سوريا. فلما تأتي أنت الآن حليت هاي الموضوع، المشكلة هي العويصة اللي كنت عم تحكي عنها. الآن في قضايا أخرى، قضايا وطنية، قضايا ديمقراطية تتعلق بكينونة الدولة، بمستقبل الدولة، بسوريا الجديدة. ناقشها بصدر رحب، فندها بالدليل المقنع الموثق، أهلا وسهلا. أما بمنطق لا، نحن هلا سلاح، نحن هلا الدولة، كما كان يصار سابقا، نحن الثورة ولا، ونحن الدولة، الثورة والدولة. إيه ما بطيء ما يعني هيك تعامل. عفوا. هيك تعامل وهيك قسر وهيك آه نوايا مبيتة انه نحن هلا ساكتين لحتى يستقر الامر وتستتب الامور لنا، وبعد ما نفرض يعني نكون مرنين، نتمسكن لحتى نتمكن، وقتها لكل حادث حديث. لا عزيزي لا، الموضوع مو هيك. الموضوع مو هيك. يعني الناس فهمانة ووعيانة وخايفة ومتحوطة لهيك سيناريوهات. فيفترض أنه هيك قضايا فيما يتعلق باسم الدولة وشكل إدارة الدولة، الرافضين لهذه الأفكار أن يأتوا معززين وأقوياء بأفكارهم، بأسانيدهم، بوثائقهم، مش ببنادقهم وعنتريتهم. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء في مناسبة أخرى وفي موضوع آخر. دمتم بخير.